قديم الزمان في واحد المنطقة معروفة بالهضاب والغابات الضبابية، بالتحديد في فرنسا. كان كيعيش واحد الرجل نبيل سميتو غيمودان. واحد الليلة فاش كان كيصيد في الغابة تلف على الطريق، هو يتلاقى واحد المرأة. هاد المرأة كانت عندها واحد الجاذبية واحد الكاريزما سحرية، وكانت زوينة. كانت جالسة حدا واحد النافورة مائية. ميسولين وغيمودان اتفقوا انهم يتزوجوا من بعد مدة، ولكن ميسولين شرطت عليه واحد الوعد انه عمره ما يشوفها نهار السبت، ولكن هاد الزواج غادي يرزقهم بالغنى والسعادة. غيمودان حيتاش كان كيبغيها قرر انه يتزوج بها وقبل بالشرط ديالها، فتزوجوا واحتفلوا، وفعلا الزواج ديالهم جا بواحد الرزق اللي ما يتخيلوا حتى واحد. عاشوا في الوفرة وراحة البال، وما كان ناقصهم حتى خير. بناو القصورة والبلدان والديور، وغناو حتى السكان ديال البلاد، جابوا الخير والكنوز للشعب ديالهم. سنوات دازت، ميلوسين ولدت بزاف ديال الاطفال. هاد الاطفال كل واحد كيتزاد بشي حاجه غريبه. كاين اللي تزاد بيدين السبع، واحد تزاد بعين وحده. رغم ان غيمودا كان كيحب عائلته بزاف، وعمره ما كان كيتساءل على السر الغامض ديال ميلوسين. حتى لواحد النهار غيمودا عطى المجال شي اشاعات يدخلوا لراسو. هاد الاشاعات كانوا كيدوروا من واحد لواحد، كيهضروا فيها على ميسولين وعلاش كتغبر كل سبت، وان هادشي غريب والناس الاخرين كيهضروا عليها بزاف. الفضول طمع غيمودا. داك الوعد اللي عطاه لمرتو شحال هادي ما قامش بيه، وقرر انه يتجسس عليها. فتبعها للغابة ومشى للنافورة لأول مرة فين تلاقاو فيها. اكتشف الحقيقة المرة. ميلوسين كانت نصف امرأة ونصف أفعى. غيمودا فاش شافها تصدم، تخلطوا عليه المشاعر. فاش رجعت ميسولين وجهها بغضب وبدا كيغوت. اكتشفت الحقيقة ديالك الكذابة. ميسولين بدات كتبكي وقالت ليه الحقيقة، انها جنية الماء، لعنتها ماماها، فكل سبت خصها ترجع للشكل ديالها الحقيقي. حتى لواحد النهار فاش غادي تزوج راجلها ما غيحافظش على الوعد ديالو ويخون الكلمة ديالها، فبذلك اللعنة ديالها غتكتمل. ورجعت كتبكي وكتبكي. ميسولين في ديك اللحظة تحولت الى تنين وطارت بعيد من القصر اللي كانوا عايشين فيه، لان اللعنة ديالها اكتملت. فتحبسات في واحد البرج، وكيتقال ان البكا ديالها كيتسمع على مدى الغابة بأسرها اللي عايشة فيها. فالعبرة من هاد القصة أن الواحد خصو يوفي بالوعد ديالو، وخيانة الكلمة تقدر تدمر الحب والسعادة، وأن المظاهر خداعة، فالجوهر هو المهم.